السلام عليكم، معاكم فطوم. النهارده هنعمل الزبده الفلاحي تحفه من القشطه، وكمان هنطلع منها احلى سمنه هتعملي بيها الاكل هتقلب ريحه البيت من حلاوتها. انا عندي بجيب اللبن وبغليه وبحطه في التلاجة لتاني يوم. تاني يوم بيطلع على الوش قشطه، بحتفظ بيها زي ما انتم شايفين كده في علب وبحطها في الفريزر. ودي اللي هنعمل منها الزبده النهارده. اول حاجه بفضي معايا كده القشطه بتاعتي كلها، وببدأ ان انا اضربها بالمضرب الكهربائي. طبعا تقدري تعمليها بايدك عادي جدا، بس هي المشكلة في الوقت شوية والمجهود، يعني بتاخد وقت اكتر شوية لو عملتيها بايدك، وطبعا مجهود اعلى. انا ببدأ هنا اضربها كويس جدا. من لما بضرب القشطة، من اول ما بضربها لحد 5 دقايق ل7 دقايق بالكتير جدا، بيطلع معايا احلى كريمة طبخ. ممكن تستخدميها في كل الطبخات اللي بنستخدم فيها كريمة. وكمان الحلويات. دي بقى ضفت تلج وبدأت أضرب أكتر وعليت السرعة علشان خاطر بس يعني أنجز في الوقت شوية. طيب إزاي بعرف إن أنا وصلت للمرحلة بتاعة الزبدة؟ أهو بصوا لسه جامدة إزاي. طبعا مش دي المرحلة خالص. بدأت فضيتها في بولة تانية وحطيت تلج تاني. المرحلة اللي بوصل ليها للزبدة إن بلاقي عندي القشطة فصلت المية بتاعتها، يعني بمعنى إنه هتشوفوا دلوقتي معايا المرحلة دي، إن بتلاقي القشطة كده زي كونت طبقات صغيرة كده أو كرات صغيرة وفي مية اتبقت. هنا أنا بعمل برضو بإيدي، قلت برضو أوريكم لو أنت عايز تعملي بإيديكي مفيش مشكلة خالص. بصوا هتبدأ أطلع معايا هنا مية ازاي. هستمر ان انا اضربها تاني زي ما انتوا شايفين كده، زي كأني بعجنها بالظبط. اول ما تتكون معايا كورة كده تمام جدا، انا كده وصلت للزبدة اللي انا عاوزاها اهو بالمنظر ده. قلعت الجلوفز بقى، ولا انا لازم اشتغل بايدي يعني. اللبن اللي طلع ده او المية اللي طلع دي مش بنرميها، ده بنعجن بيه، بيبقى حلو جدا في العجن وبيطلع المخبوزات طعمها رهيب وطرية قوي. اول حاجة عندي طبعا حلة نظيفة وحطيت فيها كورة زبدة. الكورة الكبيرة دي مش انا اللي عاملاها بصراحة، دي انا مشترياها، بس انا حبيت اوريكم الفكرة بتاعت تسييح السمنة الزبدة ازاي تبقى سمنة بطريقة حلوة وتقعد معاكي فعلا من السنة للسنة وما تبصش معاكي وتبقى طعمها حلو قوي. اول حاجة النار هنا عالية، مش موطيها خالص زي ما انتوا شايفين كده. وهنا انا بس عايزه اوريكم قطعه الزبده اللي احنا عملناها مع بعض اهي بدات بتسيح. وبعدين هحط عندي رشه من الملح. ليه ملح؟ علشان خاطر هي دي الماده الحافظه بتاعتي اللي انا هحفظ بيها السمنه. وهبدا ان انا اقلب. التركية بقى يا جماعه التانية، غير ان احنا لسه معلين النار لحد دلوقتي، ان انا اقلب بالراحه جدا. وطبعا بعد ما تختفي قطعة الزبدة دي خالص هقلب بالمعلقة توصل لقاع الحلة تحت بالراحة، واقلب عشان خاطر مفيش اي حاجة تلزق تحت تحرق لي السمنة وتطلع لي طعمها محروق. وهبدأ برضو الجوانب بالراحة جدا جدا، احاول ان انا مخليش سمنة تطلع لي على حواف الحلة عشان ما تتحرقش وبرضو تديني ريحة مش حلوة للسمنة. وببدأ ان انا اقلب زي ما انتوا شايفين بالراحة جدا. دلوقتي الزبدة بقت تقريبا النص، انا وطيت النار. بعد ما الزبدة ساحت تماما زي كده انا هديت النار خالص، وهوريكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين النار هادية جدا. انا بحب اعمل السمنة على نار هادية، اولا بتستوي كويس جدا جدا، ثانيا بتقعد معاكي مدة اطول وطعمها بيفضل زي ما هو. لان طبعا احنا مش زي بره المحلات بيحطوا فيها مواد حافظة، فانا عندي هنا مش هحط فيها مواد حافظة. بعد ما خلصت المرحلة اللي قبل كده، طبعا انتوا كنتوا شايفين الوش كان لونه ابيض، دلوقتي الوش بقى لونه اصفر لان السمنة بدأت تدخل في السوا وبدأت تديني اللون بقى بتاع السمنة.
زي ما انتوا شايفين بقلب ازاي بالراحة، هو ده المفروض يتعمل. وفي بقى حاجة تانية، الوش اللي على الوش دوت المفروض انه بتسيبيه شوية يغلي وهو بيتلاشى حاجة بسيطة. لكن لو انتي مش حابة خالص يبقى موجود على الوش في المرحلة دي بعد ما وصلنا للسمنة، عادي جدا ممكن اشيله واحتفظ بيه في علبة واعمل بيه مثلا بيض، احطه في رز معمر، اعمل بيه رز ابيض، هو برضو سمنة. بس انا بحب اعمل الحركة دي عشان ما يبقاش موجود على وش البرطمان بتاعي كده، لا بحب تبقى البرطمان بتاعي هو الظاهر فيه السمنة اكتر وشكله حلو. دي طبعا حاجة اختيارية، انت ممكن تسيبيه عادي جدا في السمنة وتحطيه عادي في البرطمان مش هيحصل اي حاجة. بصوا بقى هنا السمنة معايا بدأت تغلي ازاي، وبتغلي على الهادي جدا، انا موطية النار. طبعا عينينا عليها يا جماعة، ما بننساهاش على النار عشان ما تتحرقش مننا. هنا بقى هبدأ اعمل الحركة اللي انا قلت لكم عليها، ان انا هشيل اللي على الوش ده، طبعا ده مش ريم ولا اي حاجة، دي سمنة برضو، وهحتفظ بيه. بصوا بقى اللون بتاع السمنة طالع حلو ازاي، لون ذهبي وريحة مش عايزة اوصف لكم، يعني ريحة البيت كانت تحفة. انا بحب ريحة السمنة جدا 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 في البيت، وريحتها حلوة قوي بجد حقيقي. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. برطمان بقى معقم ونضيف، وسبت السمنة تبرد تماما، يعني مش حتى دافية، سبتها تبرد خالص، وبعدين بدأت أصبها زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا دلوقتي اقفل بقى عليها خالص؟ لا طبعا ما تقفليش عليها خالص، لان برضو هي لسه يعني لسه فيها سخونية، فهتعمل بخار مية، فهتعملي على الوش ممكن يعفن. انا هعمل ايه، هسيب البرطمان زي ما هو مفتوح، واحط عليه شاشة او طرحة ما كنش بستخدمها، واغطي عليهم واسيبهم لتاني يوم. حتى لو انتي عملتيهم الصبح سيبيهم برضو فترة اطول. وطلعت بقى منها احلى مرتة يا جماعة. انا بعمل السمنة اصلا يا جماعة عشان المرتة، طعمها خطير. بصوا لونها ذهبي مش محروقة، ده يدل ان السمنة بتاعتك ان شاء الله تبقى حلوة جدا. وطعمها بقى يعني انا مش عايزة اقول لكم، دي حاجة كده جوه القلب يعني فظيعة. بقول لكم طبعا ان هي حلوة اكيد. دلوقتي بقى هوريكم الشاشة اللي انا حطاها على السمنة اهو، زي ما انتوا شايفين كده، شاشة عادية جدا. لو عندي طرحة برضو نضيفة هحطها، بس ما كنتش بستخدمها، اعملها للسمنة بس. وده القوام اللي انا وصلت له تاني يوم، متماسكة وفي نفس الوقت مرملة جدا. في الشتاء قعديها طول الشتاء بره مش هيحصل لها اي حاجة، بس في الصيف انا بحب احطها في التلاجة احتفظ بيها عشان تقعد معايا اطول وقت ممكن. وحتى في الصيف يا جماعة مش بتسيب قوي، مش بتسيح قوي وتبقى سايحة خالص زي الزيت. وطبعا الركع على نوع الزبدة اللي انتي بتجيبيها. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط وعجبك واستفدتي منه. وما تنسيش تضغطي على زرار الاشتراك وتعملي لي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد بينزل. ألف هنا وبس.